قولوا لي بتحبوها قد ايه وبتعملوها قد ايه. انا بعملها على طول وبتطلع في منتهى الجمال. انت كمان لو جربتيها بالطريقه اللي هقولك عليها هتطلع معاكي في منتهى الجمال. الناس بقى اللي ما بتحبش تاكل الكوسه لو جربتها بالطريقه دي هتعجبها جدا وتعملها كمان على طول. بصوا يا جماعه، شايفين الجمال؟ تعالوا النهارده مع بعض نعمل احلى والذ واطعم طاجن كوسه بالبشاميل، طعمه في حته تانية خالص. بصوا بقى، شايفين الكوسه بتاعتنا عامله ازاي؟ متماسكه كده وبجد طعمها خطير. ولا مطه الجبنه يا سلام، مش قادره اقول لك كانت حلوه قد ايه. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونشوف عملنا الطاجن الجميل ده ازاي وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تشاركي الفيديو مع اصحابك وحبايبك، ما تنسيش كمان تعملي للفيديو لايك وشير. هنجيب طاسه نحط فيها معلقتين من السمنه، وهنبدا كده ننزل فيها ببصلتين متوسطين انا بشراهم بالشكل ده. هشوح في البصل بتاعي شويه، ولما ياخد اللون الذهبي هنزل عليه بنص كيلو من اللحمه المفرومه. اللحمه بتاعتي هتتشوح شويه ولونها هيبدا كده يبقى للون البني. هننزل بقى برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود ونقلبها شويه، وخلاص كده اللحمه بتاعتنا اتعصجت معانا. تعالوا بقى بينا للكوسه. ده كيلو ونص من الكوسه، طبعا الكميه براحتك خالص، ممكن تزودي عن كده وممكن كمان تقللي. هبدا كده انضف الكوسه بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه، وهيبقى معايا سكينه كده مشرشره عشان ابدا اكحت الكوسه بالشكل ده. مش هنقشرها، لا انا هكحتها عشان بتدي شكل حلو جدا وهي كده في الطاجن. هخلص الكميه بتاعتي كلها وهتبقى معايا كده بالجمال ده. هجيب بقى الكوسه كده بعد ما كحتها كلها، وهجيب سكينه تانية وابدا كده اقطع الكوسه بتاعتي بالورب زي ما احنا شايفين. هنقطعها بالعرض اللي احنا شايفينه ده. بصوا بقى السمك بتاعها عامل ازاي، يعني لا هي سميكه قوي ولا هي رفيعه قوي. هقطعها كده، هقطع الكميه كلها بنفس الطريقه وهنخلصها. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنجيب طاسه بقى على النار ونحط فيها معلقه من السمنه وبصله كده صغيره خالص مبشوره. هشوح في البصله شويه وهنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، واول بقى ما ريحتهم هتبدا تطلع هنزل كده بالكوسه بتاعتي. طبعا الكوسه كلنا عارفين ان هي من الخضار اللي فيه ميه كتير. هفضل اشوح فيها كده بالشكل ده لحد ما تبدا تنزل الميه بتاعتها وتشربها وتبقى كده على السمنه. شايفين؟ خلاص بدات تشرب الميه كلها اللي فيها. هنبدا بقى نحط لها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، ونشوح فيها شويه لحد ما تاخد اللون البني الجميل ده. هشيلها من على النار وهجيب بقى حله تانية عشان اعمل البشاميل. هضيف 4 معالق من السمنه، هضيف عليهم بعد كده 4 معالق ونص مليانين من الدقيق. الدقيق بتاعي هشوحه كده في السمنه شويه لحد ما ياخد اللون الذهبي. ريحته بقى هتبدا تطلع. هكون مجهزه جنبي اللبن، هضيف عليه بقى لتر من اللبن، بس مش هنزل باللبن كله. هنزل كده بنص كميه اللبن على البشاميل. هقلب بسرعه عشان ما يحصلش عندي تكتلات، وبعدين هنزل بنص الكميه التاني. هضيف كوبايه من الشوربه بتدي للبشاميل طعم حلو جدا. عندي بقى معلقتين من القشطه، معلقه كبيره من الجبنه الكريمي. هقلب بقى في البشاميل بتاعي وهيبدا كده قوامه يتقل معايا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. اول بقى ما قوام البشاميل هيبدا يتقل هنزل كده برشه حلوه من الفلفل ورشه كمان من الملح. وانا هنا بحب ازود الفلفل الاسود في البشاميل شويه، بحس ان هو بيديله طعم مميز. بصوا بقى القوام بتاع البشاميل حلو جدا، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هجيب الطاجن بتاعي وهبدا كده اخد مغرفتين كبار مليانين من البشاميل وافردهم كده في الطاجن من تحت. بعد كده هنبدا نجيب الكوسه بتاعتنا، وطبعا زي ما احنا شايفين كده الكوسه مش منزله ميه ولا منزله اي حاجه خالص، لان احنا فضلنا نشوح فيها لحد ما شربت الميه بتاعتها وطلعت كده بالجمال ده. خدت نص الكميه ونزلت بيها على البشاميل وفردتها كده كويس جدا. هنجيب بقى برضو اللحمه اللي احنا عصجناها وهننزل كده بالكميه بتاعت اللحمه، وهنبدا برضو نفردها كده فوق الكوسه. بعد كده هزود هنا مغرفتين من البشاميل، وهزود كمان رشه من الجبنه الموتزاريلا علشان دول اللي بيربطوا الطبقتين مع بعض. بعد كده هنجيب بقى نص كميه الكوسه وبرضه هنفردها كده فوق وش البشاميل بالشكل ده. بصوا يا جماعه، واخده لون حلو جدا، متحمره كده واخده لون جميل، متشوحه صح. فردت الكوسه بتاعتي كده فوق الطاجن، وهبدا بقى انزل بكميه البشاميل. ومش قادره اقول لكم البشاميل قوامه كان حلو قد ايه، ولا ريحته كانت في منتهى الجمال. طبعا كوبايه الشوربه اللي احنا بنضيفها بتدي له طعم تاني خالص، بتخلي كده طعمه جميل وطعمه كده مغذي. حطيت بقى رشه كده من الجبنه الموتزاريلا، وخدت الطاجن بتاعي دخلته على الفرن بتاعي ساخن على درجه حراره 180. حطيت الطاجن بتاعي على الشبكه في النص حوالي تلت ساعه. بعد كده شغلت الشوايه وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. طبعا هنا هو لسه طالع كده من الفرن، انا ما استنيتش عليه لما يبرد، بجد ريحته كانت قلب البيت. بصوا بقى يا جماعه، شايفين القطعه بتاعتنا طالعه عامله ازاي؟ البشاميل سايح والجبنه كده سايحه وبتمط، وبجد مش قادره اقول لكم طعمه كان حلو قد ايه.
الكوسه كده مش منزله ميه في الطاجن ولا كده ميه في الطاجن ولا حاجه، لا جميله جدا. بصوا متماسكه ازاي، حلوه جدا. هتعملوا احلى والذ واطعم طاجن لو جربتوه بالطريقه دي. شايفين الجمال؟ بصوا يا جماعه الطاجن بتاعنا عامل ازاي. ممكن بقى ناكله مع العيش او ناكله مع الرز، جربوه وانا متاكده ان هو هيعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو.